السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. لايف سريع كده على موضوع اللي كل لما احط بوست من البوستات المتعلقة بيه يحصل شوية لغط ما بين الناس. موضوع المكملات الغذائية وتأثيرها على العلاج الكيماوي خاصة، والعلاج الإشعاعي والهرموني وبعض العلاجات الأخرى. طيب، هو بس السؤال المحير لبعض الناس هو ازاي احنا بنقول على اعشاب او نباتات او اغذيه تكون او مكملات غذائيه هي مفيده في العموم، ولكنها لما تتاخد مع علاج كيماوي او علاجات الاورام بصفه عامه بتبقى مضره، او ممكن تقلل من فعاليه العلاج، او ممكن تؤدي الى ضرر للمريض. ازاي؟ يعني ازاي حاجه مفيده تتقلب تبقى مضره عشان علاج كيماوي، وهو العلاج الكيماوي هو اللي مفيد؟ ده العلاج الكيماوي بيعمل ويسوي وبيعمل مضاعفات وما اعرفش ايه. طيب، عشان نفهم النظريه، العلاج الكيماوي ده علاج بيتاخد عن طريق الوريد في معظم الحالات، واحيانا ساعات بيتاخد اورال زي الزيلودا وغيرها. ولكن العلاج الكيماوي بيقدر يقتل الخلايا السرطانيه بكذا طريقه. واحنا عارفين كلنا ان العلاج الكيماوي بيأثر على الخلايا السرطانيه وعلى الخلايا العاديه بدرجات متفاوته، وطبعا التأثير اكبر بيبقى على الخلايا السرطانيه، وبيأثر كمان على الخلايا العاديه. ولكن هو بيقتل الخلايا السرطانيه اللي هي بتبقى شغاله بشكل سريع او بشكل اكتر من الطبيعي، وبيتعرف عليها طبعا ان هي بتكون معدلات الايض بتاعتها عاليه، استهلاكها للنيوترينت او الاكل بيكون عالي اللي هو الغذاء يعني، واستهلاكها لاي اللي هي الحاجات بتاعت الجسم بتكون عاليه شويه. طيب، بيقتلها ازاي؟ بيقتلها بكذا طريقه. ان هو مثلا ممكن يكسر الحمض النووي بتاعها، ان هو ممكن يكسر السيل وول بتاعها اللي هو الغشاء بتاعها، ان هو يجي عليها وهي بتنقسم يروح عامل مشكله في الحركه بتاعه الكروموسومات بتاعتها. المهم ان هو بيقتل الخلايا السرطانيه. العلاج الكيماوي بيقتل الخلايا السرطانيه بكذا طريقه، ومن اشهر الطرق اللي بيقتل بيها العلاج الكيماوي الخلايا السرطانيه وكمان العلاج الاشعاعي الفري راديكالز، ان هو يجيب شوارد حره ويروح خابطها في الخلايا السرطانيه دي، فالخليه تموت، او الخليه الدي ان ايه بتاعها هيبوظ فتموت. تمام. طيب، الخلايا اللي هي الشوارد الحره او اللي هي الفري راديكالز دي، او المؤكسدات، هو اللي بيموت عن طريق كده. احنا في البني ادم الطبيعي لما بياخد بعض المكملات الغذائيه او بعض الادويه واللي مشهوره جدا بانها انتي اوكسيدنت، بتبقى حاجه مفيده. ليه؟ لان انت لو بني ادم طبيعي ما عندكش اي امراض، زي ما قلنا ان حمضك النووي بيتعرض لعوامل كتير جدا ممكن تعمل له تلف. وطبعا انت لسه بني ادم، مش ما حصلكش سرطان او اي حاجه لا قدر الله، ربنا يحميكم جميعا. فالفري راديكالز اللي في جسمك، الشوارد الحره اللي في جسمك، واللي بيزودها الحاجات زي التدخين، زي التعرض للالتهابات الكتير، زي حاجات كتير قوي اتكلمنا عنها من المسرطنات، دي بتزود الفري راديكالز في جسمك. الحاجات بقى اللي احنا بنقول عليها مفيده وبتحمينا، زي مثلا الكروم، اللي هو الكركم، زي مثلا الفيتامين سي، زي بعض الفيتامين اي، زي مثلا ساعات بعض ذرات الحديد. الحاجات دي كتير، والسيلينيوم والثوم والاليسين اللي هو موجود في الثوم، وحاجات كتير جدا 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 من الانتي اوكسيدنت بتحميك من الشوارد الحره دي. ليه؟ لان الشوارد الحره دي في وجودها بني ادم طبيعي بتعمل ايه؟ هتعمل له مشكله في الخليه، وهتعمل له مشكله في الدي ان ايه، والخليه بتاعته ممكن تبوظ وتتجنن زي ما شرحنا قبل كده في كذا حاجه، وبعد كده ممكن تؤدي الى السرطان. فيقوم لو انت بتاخد الحاجات دي مع العلاج الكيماوي، والعلاج الكيماوي رايح يموت الخلايا السرطانيه بنفس الاسلوب، باسلوب ان هو هيقتلها بالفري راديكالز دي، انت لما تدي حاجات انتي اوكسيدنت او تدي حاجات انتي فري راديكالز هتقللها. فده النظريه بتاع ازاي ان بعض المواد المفيده في البني ادمين الطبيعيين، او حتى في البني ادم اللي عنده سرطان لا قدر الله بس مش بياخد علاج كيماوي، في العلاجات لما يكون في فتره المتابعه او هو اواي او بعيد عن العلاج الكيماوي، ازاي دي بتبقى مفيده فيه، وازاي هي تبقى مضره لو هو بياخد علاج كيماوي. واحيانا كمان العلاج الاشعاعي، لان العلاج الاشعاعي برضه ساعات بعد ما بناخد الاشعاع الخلايا الاشعه اللي بتاثر على الخلايا ان هي بتموت عن طريق برضه الفري راديكالز والشوارد الحره. يبقى احنا كده فهمنا النظريه ازاي ماده او عشبه او نبات او خضار او فاكهه لو خدنا مستخلصات منه عن طريق مكملات غذائيه ومضادات الاكسده، خاصه اللي بتبقى موجوده في مكملات
مكملات غذائيه كبسولات وكده، لكن الاكل مفيش عليه كلام مؤكد. الاكل يعني حتى لو انت بتاكل اكل فيه انتي اوكسيدنت او فيه المواد دي، ولكن بتاخده مع الاكل، يعني بتاكله عادي في اكلك الطبيعي اليومي بدون زياده او تركيز زياده، عادي. يعني انت لو بتاخد حاجه فيها فيتامين سي كتير عادي، او بتاخد حاجه فيها، مش بتاخد فيتامين يعني حتى فلفل مثلا في فيتامين سي عالي، بس لو بتاكله في اكلك العادي مفيش مشكله. لكن لما بنزود قوي في الاكل، واحد بياكل مثلا كل يوم راس توم مثلا، لا، راس التوم دي هتتداخل مع شغل بعض العلاجات الكيماويه زي مثلا التكسول، هتقلل من فعاليته. ليه؟ لان زي ما بنقول المواد دي اصلا فيها انتي كانسر اكتيفيتي، يعني هي بتحميك من الكانسر، او تحميك ان الخلايا الطبيعيه تتحول الى خلايا سرطانيه. ولكن لما باخدها في نفس الوقت مع علاج كيماوي داخل يقتل الخلايا السرطانيه، العلاج ده هيحمي الخلايا العاديه وهيحمي الخلايا السرطانيه ان هي تموت، فهيقلل من فعاليه العلاج الكيماوي. فيا ريت يا جماعه، بس الناس اللي بتعلق، انا اسف والله، الناس اللي بتعلق بجهل وان انت ضد الاعشاب وان انت ضد النباتات وان انت ضد الاكل الصحي والمفيد، يا جماعه كل ده علم. انا اسف مع احترامي لاي واحد عطار، ولا اي واحد عنده خلطه، ولا اي واحد قاعد في محل بيخلط اي حاجتين على بعض ويقول لك دي حاجه مفيده. يا سيدي الفاضل، احنا لما بنتكلم على تجارب علميه، تجارب سريه اتعملت على مئات الناس والاف الناس في بعض الاحيان. فانت ما تكون تدي خلطه لاثنين ثلاثه حواليك وتقول لي حواليك، ولا شفت واحد خد حاجه وتحسن وجاي تكلمني. يعني نتكلم بالعقل، مش كل حاجه بالعقل. وحتى النباتات والاعشاب والشيح وغيره والثوم ومش عارف ايه، انت المفروض لما انت بتديه البني ادم والبني ادم ده بيتحسن او بيخف، يا سيدي ما علينا. مش الموضوع ان هو خف ده ليها تفسير علمي، ولا هي جايه من الهوا. طبعا ربنا هو الشافي، ربنا عمل لكل داء وكل داء دواء. ولكن برضه لما تيجي تفهم وتيجي تقرا وتيجي تتعلم، اكيد الموضوع ده تم عن طريق حاجه معينه. انت ما خدتش حاجه الحاجه دي خففتك من الباب للطاق. لان ايه؟ لان انت للاسف في ناس جهله كتير، مش عارفه اصلا، مش عارفه حاجه عن اي حاجه، ولا عارفه ان في خليه، ولا في حمض نووي، ولا في تكوين ريبوسومات، وفي طفرات جينيه، وفي 100,000 حاجه او مليون حاجه. الحاجات دي احنا ساعتها بقى بنقول ايه؟ ان الجهل نعمه. يعني هو ما يعرفش حاجه، فهو انا عارف انت نفس النظريه اللي انا ساعات بشرح بيها، هو كتر الشطه يجيب بواسير. هو واحد كل شطه كتير جاله بواسير، يبقى كتر الشطه يجيب بواسير. طب بيجيبها ازاي؟ مش لازم تفسير، مش لازم ان مثلا الشطه دي بتعمل كذا وكذا وكذا في جدار الفيسلز وجدار الاغشيه المخاطيه لمنطقه الشرج، فالبواسير تيجي. وهكذا اي حاجه يا جماعه ليها تفسير علمي، حتى الحاجات الاعشاب، حتى الطب البديل، كل حاجه لما تخش جسم البني ادم هتتعامل بقوانين جسم البني ادم. هي مش هتجيب الشفاء، او هتجيب العلاج، او هتجيب الواحد يخف من الهواء. تمام؟ فهو دي النظريه بتاعه ان ازاي نباتات او اعشاب او خضار او فاكهه او اي حاجه مفيده في العموم، ازاي ممكن تبقى مضره في بعض الاحيان لما اكون مثلا باخد علاج كيماوي او اشاعي. طب العلاج الهرموني معظمه بيتاخد عن طريق الفم، وفي طبعا الحقنه او الحقن. فالعلاج الهرموني بما ان باخده عن طريق الفم، ففي بعض الحاجات اللي ممكن تاثر على الميتابوليزم بتاعه او على الامتصاص بتاعه، لانه طبعا بيتاخد عن طريق الفم فبينزل المعده، فعشان يوصل السيركيليشن او الدم بتاعك لازم يمر على كذا حاجه، ولازم يعدي على عم الكبد ايه يشوف هيعمل فيه ايه. ففي بعض الادويه زي مثلا الشيح، زي الجريب فروت، زي الرمان، بتاثر على بعض العلاجات